ازيكم يا شباب في الفصل التالت من حكاية لين. ماشي، بنرجع للأحداث اللي فاتت لما لين انضرب عليه سهم من الرامي عن طريق الخطأ ونقل الضرر للهيكل العظمي. وبيجي رامي السهم بيقول له ما شفتش حد مر بالقرب من هنا لابس أسود، ولين بيقول له اعتذر ليا سهمك أصابني. ونجري للأحداث الجديدة الممتعة، بيرد الرامي عليه وبيقول له أنا آسف على ذلك. بيقول رامي في نفسه الواد ده انضرب بسهمي وعلى الرغم من ذلك لسه عايش. بيرد لين عليه بيقول له أتمنى ما تعملهاش تاني. بيقول رامي في نفسه الواد ده ألا يعلم أنني لست في مزاج جيد اليوم. واحد منهم بيبص على الهيكل العظمي بيقول استدعاء الموتى الأحياء المجرمين بس يمكنهم إيقاظ مهن مقرفة زي دي. وبيقول على لين إنسان مش كويس أكيد. وبيرد صاحبه عليه بيقول له بطل كلام في الموضوع ده دلوقتي. وبيمشوا هما الاتنين. بيقول لين اعتبروا أنفسكم محظوظين اليوم. وبيقول لين في نفسه لو عملوا أي حاجة هيتعاقبوا مئة ضعف. وبترجع الهياكل تقاتل الوحوش وبيحصل على نقاط الخبرة وعظام العفريت. بيقول في نفسه نقاط الخبرة بتقل بعد المستوى 10، يحتاج نقاط 3 أضعاف الخبرة. على حساباتي كده أحتاج أقتل 1000 عفريت عشان أزيد لمستوى واحد بس. بيقول ما اعتقدتش هوصل للمستوى ال11 الليلة حتى لو الهياكل هيقتلوا بدون توقف. وبيقف مرة واحدة بيقول لا يمكنني العودة، لم يتبقى الكثير من الوقت. إن كان علي دخول أكاديمية شيا جانغ فعلي بذل جهد أكثر من الآخرين. بيقول بزيادة المستوى الحالي بكرة هوصل للمستوى 13، ولكن الأمر غير واضح إن أوصل للمستوى 15 في اليوم بعد التالي. وبعد الوصول للمستوى 15 هتقل سرعة الزيادة. بما إني هسيب يوم للعودة فلن أتمكن من الوصول للمستوى 16. وبيرجع يقول كيف تمكنت أختي في زيادة مستواها بالسرعة دي. أعلم أنها ذات مهنة أسطورية لكنها مستحيل تتفوق علي بالسرعة في الزيادة. بيرجع يقول أنا شكلي نسيت حاجة. مرة واحدة بيفتكر زنزانة تشيا هاي. بيقول هل من الممكن إن أختي شكلت فريق وقامت بالغزو على الزنزانة عشان تاخد كل نقاط الخبرة دي. بيقول عشان كده أختي لما رجعت كانت مصابة بالجروح. بيقول ربما يكون تخميني صح، أنا هروح وألقي نظرة. ومرة واحدة بيسمع صوت خطوات رجل ماشية وبيقول هل هناك شخص بيزيد من مستواه؟ لا يوجد، الكثير من الناس قد يزيدون من مستواهم في منتصف الليل. هل هو شخص تائه؟ وبتيجي البنت بتقول له هل لديك أي طعام؟ بيقول لين في نفسه إنها هي. وبيديها لين أكل وبتقعد تاكل بسرعة وبيقول لين إنها جائعة جدا. وبتشكره وبتسأله اسمك إيه؟ وبيقول ما بيردش وبترجع تقول له أنت ما بتحبش الكلام. وتقول له تعالى نحلل مهارات بعضنا. وكل واحد بيحط صباعه قصاد التاني بيجي لين فشل التحليل. بيقول لم أحصل على أي معلومات وبتضحك البنت وبتقول له لم تحصل على شيء صحيح. وبيظهر للبنت الاسم لين ميو المستوى 10، المهنة مستحضر أرواح. وبتقول لم أسمع بهذه المهنة من قبل. وبتقول أظن أنني رأيت هيكلا عظميا محارب بيقف جنبك. بترجع تقول له أنت ساكت ليه؟ ما تقولش إنك أخرس. بيرد لين لماذا. وبتفرح البنت وبتقول يمكنك الكلام ولكن لين بيقول لها لماذا تاني. بتقول انت بتسأل التحليل فشل ليه. وبتطلع إشارة صد. لو انت بتمتلك الإشارة دي فمحدش هيفوقك في المستوى 10 إن يستخدم المهارة عليك. وبترميها البنت وبتقول له حاول مجددا. بيفعل لين مهارة التحليل وبيظهر الاسم نينغي. المهنة مغتالة الظل المستوى 19. بيقول لين في نفسه مغتالة ومن المستوى 19. ومرة واحدة وهم قاعدين بيسمعوا صوت خطوات. بيبصوا بيلاقوهم الأشخاص اللي هم رامي السهام والساحر والمدافع. بتقول البنت هما مسقوش إنها مجرد مخطوطة مهارة متوسطة وبيجروا ورايا الأيام عشان ياخدوها مني. وبتقول لين أنا همشي وهعثر عليك في المرة الجاية. مرة واحدة بينضرب عليها سهم وبتتفادى السهم في آخر لحظة. بتفعل عليهم سهم رصد وبتقول دي مشكلة دلوقتي. وبيقول لين المهارة دي هتمكن من تحديد الهدف والمهارة دي معمولة لصد المغتالين الذين لديهم قوة الاختفاء. بيقول واحد منهم لا مكان للهرب الآن. بيقول له رمي السهام. علمت أنكما تشكلان فريقا. بيقول مختالط فيران ومستدعي أموات أحياء تشكلون فريقا جيدا.
وبترجع البنت تقول لهم إن لين ليس له علاقة بالأمر، أنا هديكم المخطوطة وكل واحد فينا هيروح لحاله. وبيضحك واحد منهم كده وبيقول لها ما كانش هيكون في مشكلة لو أخدنا المخطوطة امبارح، لكن دلوقتي لازم نقتلك. بيقول لا يمكن للموتى الكلام أبدا، ومحدش هيعرف إن إحنا خدنا المخطوطة مهارة متوسطة. بتقول لي اسمع أنا بتقول لي لين اسمع أنا هكسب شوية وقت عشان تهرب. وبتقول في نفسها لا يزال في المستوى العاشر، مش عايزة أورطه معايا بسببه. بيقول لها لين انتي، بتقول له أنا مختالة الظل وفي ظلام الليل لدي طرقي الخاصة للخروج من هنا. بيقول لين في نفسه انت معرفتيش تهربي بالنهار، إنهم أقوى منك. بكل وضوح انت لو عرفتي تهربوا ما كانوش هيعرفوا يحددوا مكانك بمهارة الاختفاء. مرة واحدة واحد منهم بيقول لهم توقفوا عن الهراء، خلينا ما نضيعش وقت ونقضي عليهم. بيرفع رمح وبيشع نور وبيقول أنا مش عايز حياتك بس، أنا عايز أقتل الولد ده برضه. بيفعل مهارة الإنارة وبيقول في نفسه المهارة دي ما بتنورش بس بل تطرد الظلام بعيدا، وبتعكس قدرة اختفاء المقتالة. بيقول لها انت مجرد قطعة لحم ميتة الآن. وبتقول البنت أنا هعمل كل اللي عليا وهي ماسكة الخنجر. وبيظهر الرامي والساحر ومفعل مهارة الإنارة، ومرة واحدة بيستدعي لين الهيكل العظمي المحارب بيقول له تعالى. وواحد منهم بيقول استدعاء موتى أحياء شيء مقزز. وواحد منهم بيفعل كرات نارية حارقة من المستوى 20. ومرة واحدة البنت بتمسك لين من دراعه وبتقول له اهرب. وبتيجي تتحرك بتلاقي خيوط روحية وبتقول من إمتى. وفي نفس الوقت بيضرب رامي السهام وبيقول لهم دوقوا طلقتي الثلاثية مع 3 أضعاف الضرر. ومرة واحدة السهام بتقرب منهم وبترمي لين بعيد شوية وبتغمض عينيها وبتصدى الهيكل المحارب للسهام وكرات النار. وكمان هيكل منهم بيضرب الساحر وبيطيره بعيد جدا. بيقول ازاي كده تحليل البيانات بيظهر ان الولد ده من المستوى 10 ومستحضر أرواح فقط. وبيقول أنا ساحر من المستوى 21 وهو من المستوى 10، لما لم أتمكن من قتله. وبيقولوا مهاراتنا ملهاش أي تأثير على الهياكل دي، إزاي صفاتهم مرتفعة كده. وبيظهر عدد كبير من الهياكل وبتقول ننغي في نفسها إزاي هم مكسورين وبالقوة دي، هل دول اللي شفتهم قبل كده. وبتقول إزاي من المستوى 10 ومهارات الساحر والرامي السهام من المستوى 20 ما بتسببلوش أي ضرر. وبتقول عدد الهياكل دول أكثر من اللازم أعتقد. وبتبص لين بتقول له انت، وعينه بتشع وبيظهر قوة لين 100. المستوى 10، الرشاقة 10، الروح 300، مساحة الاستدعاء 100 اللي يقدر يستدعيهم 44. الموهبة الزيادة المعرفية المستوى 2، المهارة السلبية نقل الضرر، المهارة النشطة شعلة الروح. وهنا نكون خلصنا الفصل الثالث إن شاء الله. ما تنسوش تصلي على النبي وتدعموني يا أحلى أخواتي، وإن شاء الله القادم أفضل بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.